او بيتدخل في الانتخابات في من سنة 50 لغاية دلوقتي. لم تحدث انتخابات نزيهة، ولم تحدث انتخابات واحدة بدون تدخل الإدارة أو بدون تدخل السلطة. والكلام ده ملوش علاقة باحتياج النتيجة. يعني عبد الناصر كان يتمتع بشعبية خارقة. يعني عبد الناصر لو كان رشح نفسه عن أي حزب كان هيكتسح. كان بيعمل استفتاءات وبيدخلوا برضه عشان الاستفتاءات يطلع الثلاث ساعات الشهيرة. ده اختراع مصري للأسف. ها 99.9. فأنت تسأل نفسك، الله، طب أنت بتتدخل ليه؟ أنت لو عملت عبد الناصر، لو عملت انتخابات بجد وحد نزل ضده هتكتسح. لا، العقلية العسكرية مش كده. العقلية العسكرية لا تعترف بالانتخابات أساسا، ولا تجد اي حرج في انها تتدخل وتغير النتائج. يعني ده عادي جدا. يعني السيسي 2014 نزل انتخابات وكان ضده حمدين صباحي، وانا كتبت مقالة انا فخور بيها جدا ولسه موجودة على موقع المصريون، وادت الى منعي في الكتابة فيما بعد. قلت ملاحظات على العرس الديمقراطي. قلت ان الانتخابات دي، بغض النظر السيسي عنده شعبية ولا لا، مش دي النقطة، ان الانتخابات دي غير مطابقه لمعايير النزاهه في العالم. لان ده مرشح بيقدم نفسه على انه مرشح الجيش، الدوله في خدمته، يعني كذا سبب. انما طب انت تسال، طب السيسي وقتها كان عنده شعبيه كبيره، طيب وقتها كان عنده شعبيه كبيره، طيب ليه هو عايز يتدخل في الانتخابات؟ هم عقليتهم كده، هو عقليته كده. يعني ارجو ان يكون هذا واضحا، علشان مفيش حكم عسكري هيعمل لك انتخابات نزيهة. ده مستحيل. العقلية العسكرية مش